فيلمنا النهارده بيبدأ في القطب الشمالي وتحديدا في معمل الأبحاث السري، وهناك بنشوف 2 من العمال وهم بيلعبوا مع بعض، واللي بيتفاجئوا لما بيلاحظوا ان العملات المعدنية اللي معاهم بدأت تطير في السماء، وساعتها العمال بياخدوا بالهم من وجود مغناطيس ضخم جدا فوقيهم واللي بيقدر ان يسحب كل المعادن اللي موجودة في المكان، وبيكون المغناطيس ده تأثيره قوي جدا لدرجة انه بيسحب المعمل بالكامل وبياخده وبيمشي. وبنروح بعدها لمقر منظمة مكافحة الأشرار، وبنشوف رئيس المنظمة هو بيقول ان هم بقالهم اسابيع بيدوروا على المعمل، وان بالرغم من عمليات البحث المكثفة دي ما قدروش انهم يوصلوا لمكانه ولا حتى قدروا يوصلوا للمجرم اللي سرقه. وبيطلب رئيس المنظمة من عميلة اسمها لوسي انها تجيب له شخص معين. وبنروح بعدها لجرو بنشوفه هو بيحضر لحفلة عيد ميلاد بنته اجنس، واللي بيتنكر على شكل اميرة سحرية علشان يعمل لها مفاجأة هي واصدقائها. وساعتها بتروح واحدة من الجيران لجرو علشان تعرفه على صديقتها، ولكن جرو بيكون رافض الفكرة وبيضربها بالبخاخ بتاع المية. وبعد ما الحفلة بتخلص بتروح العميلة لوسي لجرو وبتطلب منه يجي معاها لمقر منظمة مكافحة الأشرار، وساعتها جرو بيرفض وبيطلع المسدس بتاعه وبيحاول انه يجمدها، ولكن لوسي بتقدر انها تتصد له بمسدس النار بتاعها، وبتستخدم الصاعق اللي على شكل قلم الروش وبتكهربه، وبتاخده في شنطة العربية بتاعتها وبتمشي. ووقتها بيكون في 2 من المينيونز شايفين كل اللي حصل، وبيبدأوا انهم يجروا ورا العربية وبيطاردوها. ولما لوسي بتشوفهم بتوقف العربية وبتركبهم معاه وبتكهربهم هم كمان وبتاخدهم وبتمشي. وبعدها لوسي بتنزل بالعربية في المية وبتحولها لغواصة، وبتاخد جرو هو والمينيونز المقر منظمة مكافحة الأشرار، واللي بتكون عبارة عن غواصة سرية وضخمة جدا. وهناك بتبدأ لوسي تخرج جرو من شنطة العربية علشان يقابل رئيس المنظمة، وساعتها رئيس المنظمة بيبدأ يعرف نفسه لجرو وبيقول له ان هم منظمة مكافحة الأشرار، وان شغلهم بيكون على الجرائم الخطيرة زي اختفاء الهرم وسرقة القمر. وبيكمل رئيس المنظمة كلامه وبيقول لجرو على السبب اللي هم جابوه هنا علشانه، وبيكون هو مساعدتهم في القبض على المجرم اللي سرق معمل الأبحاث السري اللي كان في القطب الشمالي. وبتبدأ لوسي تشرح اكتر لجرو عن المختبر ده، وبتحكي له عن العلماء اللي كانوا شغالين فيه، وبتقول له انهم كانوا بيطوروا مصل معين، وان المصل ده قادر انه يحول اي كائن لوحش عدواني خطير جدا وغير قابل للتدمير. وساعتها بيتدخل رئيس المنظمة وبيتكلم مع جرو وبيقول ان بسبب الاشعاع اللي بيخرج من المصل قدروا انهم يحددوا مكانه، وانه موجود جوه مول تجاري في وسط المدينة، وانهم شاكين ان المصل ده موجود مع واحد من اصحاب المحلات. وبيطلب رئيس المنظمة من جرو انه يروح يدور في المول ده وهو متخفي، وانه بخبرته القديمة في الشغل اكيد هيعرف مين هو المجرم. ولكن جرو بيرفض طلبه وبيقول انه بقى رجل اعمال شريف وعنده مصنع لصناعة المربى، وان هو كمان اب ل3 بنات ايتام. وبيروح جرو ياخد المينيونز وبيسيبهم وبيمشي، وبيرجع جرو بعدها للمختبر بتاعه، وهناك بنشوف المينيونز وهم شغالين في صناعة المربى. وبيروح جرو يقابل دكتور نفاريو اللي بيكون هو المسؤول عن صنع نكهة المربى، ولما جرو بيجي يدوق عينة من المربى هو والمينيون ما بيعجبهمش طعمها، وده اللي بيخلي دكتور نفاريو يقول لجرو ان هو حابب يرجع للاجرام من تاني، وده لانه كان كل حلمه انه يكون اخطر عالم شرير في العالم، وانه علشان كده هيضطر يسيبه ويمشي. وبيعرفوا انه لقى شغل في مكان تاني هيقدر من خلاله انه يحقق هدفه. فبيتضايق جرو بيحزن جدا، وبيجمع المينيونز وبيعملوا احتفال لدكتور نفاريو وبيودعوه وهو ماشي. وبسبب اللي حصل ده بيروح جرو لبناته ايديس واجنس ومارجو، وبيقول لهم ان هو قرر ينضم لمنظمة مكافحة الاشرار علشان ينقذ العالم. فبيفرحوا البنات جدا لما بيسمعوا الخبر ده، وبعدها بيروح جرو هو و3 من المينيونز للمول اللي في وسط المدينة، وده علشان يعرفوا مين المجرم اللي سرق المصل. وهناك جرو بيقابل لوسي اللي بتقول له ان المنظمة عينوها كمساعدة ليه، وفي البداية جرو بيكون رافض الفكرة، ولكن لوسي بعدها بتقدر تقنعه وبيبدأوا هما الاتنين في تنفيذ مهمتهم، وبيراقبوا كل اصحاب المحلات علشان يعرفوا مين فيهم المجرم اللي سرق المصل. وفجأة بيدخل شخص غريب لمحل الحلويات اللي هما موجودين فيه، وبيقول لهم ان اسمه ادواردو، وان هو صاحب مطعم الصلصة والاكل المكسيكي اللي جنبهم، وبيطلب منهم يجهزوا له 200 قطعة من الحلويات، وده لان هيكون عنده حفلة بعد اسبوع. وبيعزم جرو هو ولوسي على الحفلة بما انهم بقوا جيرانه في المول. وبعد ما ادواردو بيخلص كلامه بيسيبهم وبيمشي، وساعتها جرو بيلاحظ ان ادواردو فيه شبه كبير من مجرم اسمه الماتشو، وبيبدأ ان يحكي لوسي على قصته، وبيقول لها ان من 20 سنة كان في مجرم خطير جدا اسمه الماتشو، واللي كان بيقدر ان يسرق اي حاجة بدون ما يستخدم اي اسلحة. ولكن في يوم من الايام الماتشو اتجنن وقرر ان ينط من الطيارة بسمكة قرش ملازمة متفجرات كتير جدا، ولسوء الحظ الماتشو واقع جوه بركان نشط واللي انفجر بيه وعمل دمار كبير جدا. فبتستغرب لوسي ان اللي جرو بيحكيه، وبتسأله عن مكان جثة الماتشو، فبيقول لها جرو ان من ساعتها جثته اختفت ومحدش قدر يوصل لها. وبيكون جرو واثق جدا ان ادواردو هو نفسه الماتشو، وبيتفق جرو مع لوسي ان هما يقتحموا المطعم بتاعه. وبالليل بيروح جرو هو ولوسي للمول علشان يقتحموا المطعم، وبيكون معاهم 2 من المينيونز مستنيينهم بره عند العربية. ولما جرو ولوسي بيدخلوا
المطعم بيتفاجئوا بوجود فرخه غريبه واللي بتبدا انها تهاجم جرو، ولكن لوسي بتتدخل وبتجمدها بالمسدس بتاعها وبتدي لجرو نضاره قادره على تحديد مكان الاشعاع اللي خارج من المصل. وفعلا بيقدر جرو انه يلاقي المصل في خزنه سريه، ولما بيروح يفتح الخزنه بيكتشف انه مش المصل وانها الخلطه السريه للصلصه. وفي الوقت ده بيوصل ادواردو للمطعم بتاعه وبيدخل جواه، وبمجرد ما بيشوف الفرخه بتاعته متجمده بيعرف ان في حد موجود في المطعم. ولما بيجي يدخل للمطبخ بيكون جرو هو ولوسي قدروا انهم يهربوا من فتحه في السقف، وبيتصل جرو على المينيونز علشان يجوا ينقذوهم بالعربيه بسرعه. ووقتها ادواردو بيقرب من جرو هو ولوسي وبيكون على وشك انه يمسكهم، ولكن فجاه المينيونز بيوصلوا وبيربطوه بالعربيه وبياخدوا جرو هو ولوسي وبيهربوا على اخر لحظه. وفي تاني يوم بتيجي عربيه ايس كريم وبتقف عند بيت جرو، فبيروحوا كل المينيونز علشان يشتروا ايس كريم منها، ولكن فجاه بنكتشف ان ده طلع فخ، وبتبدا العربيه تسحب المينيونز وبتخطفهم كلهم. ومن ناحيه تانيه بنشوف جرو كمان لوسي وهما بيراقبوا صاحب محل الشعر المستعار، وده بعد ما فهموا ان ادواردو كان مخبي في مطعمه الخلطه السريه للصلصه وانها ملهاش علاقه بالمصل اللي هما بيدوروا عليه. ووقتها جرو بيتفاجئ لما بيشوف بناته ايديس واجنس ومارجو واللي بيكونوا جايين علشان يشوفوه هو بينقذ العالم، فبيعرفهم جرو على لوسي وبيديهم فلوس وبيطلب منهم يروحوا يشتروا كل اللي هم عاوزينه من المول. وبيرجع جرو هو ولوسي علشان يكملوا مهمتهم، وبيلبس جرو حزام معين قادر على تحديد مكان الاشعاع اللي بيخرج من المصل، وبيدخل محل الشعر المستعار وبيبدا انه يدور عليه. وبتفضل لوسي تتواصل مع جرو من خلال سماعه صغيره وبتقول له ان الاشعاع اللي خارج من المصل ظاهر في المحل ده. وقبل ما جرو يوصل له ايديس واجنس بيروحوا له وبيقولوا له ان مارجو سابتهم وراحت هي تخرج مع ولد غريب في المطعم، فبيتصدم جرو من اللي هم بيقولوه بيروح معاهم المطعم بسرعه وفعلا بيلاقيها قاعده مع ولد غريب. وساعتها جرو بيعرف ان الولد ده يبقى ابن ادواردو، واللي بيجي وبيرحب جدا بجرو بيطلب منه ان يجي هو والبنات يحضروا الحفله اللي هو يعملها. وبعد شويه بيروح جرو هو ولوسي قبل مدير المنظمه واللي بيلومهم كتير جدا لانهم ما قدروش يوصلوا للمجرم اللي سرق المصل ولانهم كمان كانوا شاكين في شخص غلط. وساعتها جرو بيرد عليه وبيقول له ان هو متاكد ان ادواردو هو نفسه المجرم الماتشو اللي مات من 20 سنه، ولكن مدير المنظمه ما بيصدقوش لان ما فيش اي دليل يثبت كلامه. وساعتها لوسي بتتدخل وبتقول لمدير المنظمه ان هم قدروا يكتشفوا مكان الاشعاع اللي خارج من المصل وانه فعلا موجود في محل الشعر المستعار. وفي الوقت ده بيظهر على جرو انه متضايق جدا وبيقول لهم انه واثق ان ادواردو هو اللي سرق المصل وبيسيبهم وبيمشي. وفي تاني يوم جرو بيوصل للمول التجاري علشان يراقب ادواردو، ولكنه وقتها بيتفاجئ لما بيلاقي ان مدير منظمه مكافحه الاشرار قبض على صاحب محل الشعر المستعار، وده بعد ما لقوا عنده المصل اللي كانوا بيدوروا عليه. وساعتها بيقول مدير المنظمه لجرو انهم ما بقوش محتاجينه معاهم، وده بعد ما فشل في مهمته الاولى. وبيعرفوا ان لوسي هتتنقل لفرع المنظمه اللي في استراليا، فبيتضايق جرو وبيحزن جدا لانه كان بدا يعجب بيها. وفي الوقت ده لوسي بتروح لجرو علشان تودعه وبتديله الصاعد بتاعها اللي على شكل قلم روج، وده علشان يفضل فاكرها بيه وبتسيبه وبتمشي. ومن ناحيه تانيه بنشوف واحد من المينيونز اللي اتخطفوا، وفجاه بنلاحظ ان في حد بيحقنهم بالمصل اللي بيحولهم لوحوش خطيره جدا. وبنروح بعدها لجرو بعد ما بياخد بناته وبيروح على الحفله اللي ادواردو عزمه عليها، ولما بيوصلوا كلهم لهناك بيروح جرو يقعد في مكان لوحده وبيظهر عليه انه حزين جدا لانه مفتقد لوسي. وساعتها بيروح لادواردو وبيحاول انه يواسيه، ولكن بالرغم من ده جرو بيكون لسه شاكك فيه. وبيبدا جرو يراقب ادواردو من بعيد وبيتفاجئ لما بيلاقيه دخل لمكان سري بينزل بيه تحت الارض، وساعتها جرو بيبدا يعدي من الافخاخ علشان يوصل له. ومن ناحيه تانيه بنشوف لوسي وهي راكبه على الطياره اللي رايحه لاستراليا، وبتكون لوسي حزينه جدا لانها افتقدت جرو لدرجه انها بقت بتشوفه في كل الركاب، وبتقرر انها ترجع له من تاني وبتفتح باب الطياره وبتنط منها علشان تروح له. وبنرجع تاني لجرو اللي بيقدر اخيرا انه يوصل للمخبأ السري بتاع ادواردو، وهناك بيتفاجئ جرو لما ادواردو بيقابله بزي الماتشو، فبيفرح جرو جدا وبيقول له انه كان متاكد انه هو لسه عايش. وبيتصدم جرو بعدها لما بيعرف ان الدكتور نافاريو هو اللي ساعد الماتشو في خطف المينيونز، وساعتها الماتشو بياخد جرو بيوري له واحد من المينيونز بعد ما تحول وبقى قوي جدا، وبيقول له ان المينيون ده غير قابل للتدمير باي سلاح مهما كان قوي. وبيعرفوا كمان ان هو خطف كل المينيونز وحولهم لوحوش، وانه عامل منهم جيش كبير علشان يدمر العالم بيه. وبيكمل الماتشو كلامه وبيقول لجرو انه معجب جدا بشغله في الفتره الاخيره وخصوصا في عمليه سرقه القمر، وبيطلب الماتشو من جرو انه ينضم له علشان يقدروا يسيطروا على العالم مع بعض. فبيقول له جرو انه هيفكر في الموضوع وبيسيبه وبيطلع للحفله، وبيروح بسرعه ياخد البنات وبيركبوا العربيه علشان يروحوا. وبسبب اللي حصل ده الماتشو بيبعت واحد من المينيونز المتوحشين ورا جرو علشان يقتله. وفي الوقت ده بتوصل لوسي لحفله الماتش اللي جرو كان موجود فيها، وهناك بتقابل الماتشو وهو متنكر على شكل ادواردو وبيبدا يرحب بيها، واللي فجاه بيعرف من الفرخه بتاعته ان لوسي كانت مع جرو وبيفهم انها عميله في منظمه مكافحه الاشرار. ومن ناحيه تانية بيتصل دكتور نافاريو على جرو وبيبدا انه يحذره وبيعرفه ان الماتشو خطف
في لوسي، فبيتضايق جرو بيتعصب جدا وبياخد 2 من المينيونز وبينطلق علشان يروح ينقذها. وفي تاني يوم بيوصل المينيون المتوحش لبيت جرو وبيبدا انه يطارد ايديس واجلس ومارجو، ولكنهم بيقدروا يهربوا منه وبينزلوا للمختبر السري بتاع جرو. ووقتها بيظهر ان المينيون المتوحش ده قوي جدا، وعلشان كده بيقدر انه يدمر السقف وبينزلهم للمختبر. واللي قبل ما يهاجمهم بيوصل دكتور نفاريو وبينقذهم على اخر لحظه، وبيحقن المينيون المتوحش بالترياق اللي بيرجعه لشكله الطبيعي. وبياخد دكتور نفاريو الترياق وبيدمجه مع المربى اللي عندهم، وده علشان يرجع كل المينيونز لشكلهم الطبيعي. وبنروح بعدها لجرو بعد ما بيغير لون المينيونز اللي معاه، وبيمثل انهم قبضوا عليه علشان يقدروا يدخلوا المقر الماتشو. وفعلا بتنجح خطه جرو وبيقدر ان يدخل للمقر هو والمينيونز، ولكن للاسف اللون اللي كان على المينيونز ما كانش كفايه، وده اللي بيخلي المينيونز المتوحشين يكشفوهم ويهاجموهم. وساعتها جرو هو والمينيونز اللي معاه بيجروا بسرعه بيحاولوا انهم يهربوا، وبيفضلوا المينيونز المتوحشين يطاردوهم في كل مكان بيروحوه، ولان عددهم بيكون كبير جدا بيقدروا انهم يحاصروهم. واللي قبل ما يقتلوهم بيوصل دكتور نفاريو هو والبنات ومعاهم المينيون اللي اخذ الترياق، وبينقذوا جرو هو والمينيونز اللي معاه، وبيبداوا يستخدموا رشاشات المربى اللي فيها الترياق وبيحاولوا انهم يرجعوا المينيونز لشكلهم الطبيعي. وبياخد جرو رشاش من دكتور نفاريو وبيبدا انه يهاجم بيه المينيونز المتوحشين، وبيساعدوه في ده بناته ايديس واجنس ومارجو، وبيقدروا انهم يرجعوا كل المينيونز لشكلهم الطبيعي. وبعدها بيروح جرو الماتشو وبيهددوا انه هيقتلوا لو ما قالوش على مكان لوسي. وساعتها الماتشو بيوري له لوسي وهي مربوطه في صاروخ، وبيعرفوا انه رايح لنفس البركان اللي زور فيه موته. وقبل ما الماتشو يدوس على الزرار اللي بيشغل الصاروخ بيجي واحد من المينيون وبيخطفه، ولكنه للاسف الزرار بيقع منه تاني على الارض. ولما جرو بيروح علشان ينقذ لوسي بيستخدم الماتشو الماسل وبيتحول لوحش عملاق جدا علشان يمنع جرو. ولما جرو بيحاول انه يصيبه بالترياق بيكتشف ان الكميه كلها خلصت، وعلشان كده بيستخدم مسدس الجليد وبيجمد ايد الماتشو. ولكن كل ده بيكون من غير فايده، وده لانه بيقدر يدمر الجليد بكل سهوله. فبيجري جرو بيحاول انه يهرب منه، ولكن الماتشو بيقدر انه يوصل له. واللي قبل ما يقتله بيستخدم جرو الصاعق اللي على شكل قلم روج وبيكهرب بيه الماتشو وبيفقد الوعي، وبيروح بسرعه علشان ينقذ لوسي. ولكنه قبل ما ينقذها بتيجي الفرخه وبتدوس على الزرار اللي بيشغل الصاروخ، وساعتها بينطلق الصاروخ بسرعه كبيره وبياخد جرو هو ولوسي وبيطير لبعيد. وقبل ما الصاروخ يوصل للبركان بيقدر جرو انه يقطع كل الحبال اللي لوسي مربوطه بيها، وبياخدها وبينطوا في الميه على اخر لحظه. وفجاه بيوصل الصاروخ للبركان وبيتسبب في انفجار كبير جدا. واخيرا بيقدر جرو انه يتخلص من الماتشو وكمان ينقذ المينيونز. وبعد فتره جرو بيتجوز لوسي وبيعمل فرح كبير بعد ما فهم انه مش هيقدر ينساها. ووقتها البنات بيكونوا فرحانين جدا لانهم اخيرا هيكون عندهم ام.